اليوم عندك افتتاح للمعرض. عندي افتتاح معرض. هذا المعرض اسمه ذكريات. ذكريات من 20 مرحلة من حياتي، 20 سنة من حياتي. قسمتهم على 4 مراحل من حياتي، معتمدين جزء فيه سفر، جزء فيه مهنتي اللي هي فن العمارة، جزء فيه حياتي نفسها والأشخاص اللي شفتهم بحياتي وتعاملت معهم. فمقسم ل4 مراحل. واحدة منهم حبداهم بجوز من أجدد إشي لأقدم إشي ممكن يكون، اللي هي مرحلة لما كنت عايشة بالإمارات كنا نطلع نخيم، وفي التخييم كنا نقعد بالصحراء الربع الخالي. الربع الخالي جميل جدا، فزي كأنك قاعدة بلوحة أنت أصلا بالأساس. اخذت الفكره من أخذت الفكرة من هناك، بس صرت أقول أنا كمعمارية كيف بقدر أضيف عليه؟ كرسامة كيف بقدر أضيف عليه؟ كيف بدك هالجمال كله تقدر تضيفي عليه شيء ثاني؟ فصرت أفكر أقول إذا الواحد بيقدر يضيف عليه أشكال بسيطة بتعطيه واي جزء تاع الجزء اللي هناك أول المدخل. أول المدخل. أول المدخل هناك لوحتين ما بعرف هذول شو اسمه، بتعطيها غموض وسحر بنفس الوقت. بس الواحد يفكر ليه هذا؟ ليش هون عرفتي؟ تكوني ماشية تكون الصحراء دائما بتضلها تحكي عن هاي واحدة من الإبداع. حبيبتي. المرحلة الثانية كانت مرحلة التناغم العمارة مع الطبيعة. فحاولت أناغم وأعمل توازن ما بين الطبيعة وما بين العمارة كمهنة أنا بمارسها صار لي 22 سنة. والحلو بالفن فيه حرية، العمارة صحيح. فيها تشتغلي معها كتار يعني شو الاشياء اللي بيدخلوا عليكي فيها. فقلت لا هذا الحلو فيه، انا بقدر اطير العماره، انزل العماره، ادخل الشجر. بس دائما العماره والطبيعه لانه في عنصر اخر اللي هم الشمس والظل بيعطوهم عمق. فحاولت اقدر امسك هذا الحكي عن الكتب محاولتي الدراسات اللي حاولتها. اي مرحله؟ هاي المرحله تبع الاشجار. تبعت الاشجار. وبعدين المرحله اللي قبلها كنت عشت فتره بايطاليا بفلورنس. كل يوم الصبح كنت اطلع امشي، ولما امشي كان الاجراس ايطاليا معروفه بالاجراس. صحيح. انا بدي اطلع ارسم مباني. فصرت اقول بدي كيف بقدر امسك الاقي الشعور، كيف بقدر امسك الصوت وارسمه. فصرت افكر قلت خليني اعمل شيء ارسم الاصداء. فشوف من وين بيجي الصدى هذا؟ اوكي، من الاجراس. والجرس هو من حاله يعني بيطلع واحد، بس لما التناغم كلهم فلهيك رسمت اجراس كثير. بس صرت ارسم مع تفاصيلهم مع شعورهم مع هذا. فطلع معي بظن هاي المجموعه من اللوح اللي انا عزيزه جدا. كم من سنه يعني قديش استغرق معك الوقت لترسمي كل هاللوحات؟ اخذني 20 سنه حتى اخذ القرار اني اعمل معرض. تعملي معرض؟ اني اعمل لكن المعرض. وانت بترسمي كم سنه يعني كم من وقت؟ هاي اللوحات هذه بدات في اشياء من 2003. بتجمعي في اشياء لوح من سنه 2003 يعني 20 سنه. 20 سنه وانت حبي للفن كانت تيتا حبيبتي الله يرحمها. كان جزء من سعادتي اللي كنت لما اقضي 3 اشهر المدرسه لما كنا ناخذ الاجازه الصيفيه كنت اقضي كثير معها وقت. وكانت تعلمني كيف النسب كلها بالنسب معلومتين. اذا بتعرفي تطلعي نسبه صح كيف تطلعي رسمه صح تطلع رسمه صح. اذا بتعرفي تفكري انه هذا الصندوق عن جد كانت تحكي لي يعني thinking out of the box. هي كانت تقول لي الصندوق اطلع عليه شو بيقدر يكون هذا. معك 3 ايام بتضلك كل ما تشوفيني تحكي لي شو بيقدر يكون الصندوق. اقول لها تيتا صندوق. تقول لي لا مش صندوق. بتضلك فكري شو بيقدر يكون الصندوق دائما. شذا وجاي لأحضر المعرض هون. كيف شايفة المعرض؟ حبيت بالمعرض إنه عم ينقلنا من تجارب، فكل غرفة بتحسيها تجربة مختلفة عن الغرفة الأخرى. فبتروحي على الغرفة الأولى بتحسيها وجوه زي كأنك عم تحكي مع ناس.
وبتحسي الغرفة الثانية هون كلها أجراس، برضه عم تعيشك تسمعي، في نفس بتحسي نقلتك فجأة عم تسمعي حتى الأجراس وانت بهاي الغرفة. بعدين بتروحي على الغرفة الثالثة بتحسيها عبارة عن تخاطب ما بين الهندسة المعمارية والطبيعة. شو عشتي من الذكريات من المراحل اللي هي رسمتهم؟ إذا بتلاحظي تحت كل رسمة في السنة اللي انحط عليها، اللي انرسمت الرسمة فيها. فعم بطلع بشوف شيء مثلا من 2003، شيء من 2005، وكل مرحلة فيها ذكريات كثير حلوة عشتها معها. ففي مرحلة مثلا في رسمة هون الوجوه، هي لما أنا ولدت أولادي فكانت محطوطة عندي بالبيت، وكانوا أولادي كثير بيحبوا الرسمة كثير. هي مرحلة الأجراس كانت وهي عايشة بإيطاليا بفلورنس، رسمت هاي المجموعة. ففي لها مراحل كثير حلوة بهداك الوقت بال 2017. هي برضو كمهندسة عمارة بتحسي مجموعة الهندسة العمارة مع الطبيعة برضو كثير كخبرتها ككارير تاعتها، فبتحسيها بتحكي عن حياتها كعمارة. شو عاشتوا وشو ذكرياتها؟ في جزء كثير حلو هناك اللي هي الوجوه تاعت الأطفال بالمدارس. فهي برضه من لما كانت تشتغل على المدارس وتطلع على الأطفال الصغار وتشوف الفضول بعيونهم. ففي منها هيك بتطلع على الأطفال بتشوفي في منهم كثير مركزين مع المعلمة وبدهم يتعلموا أكثر، وفي منهم نايمين وتعبانين. ففي لها كثير مرحلة هيك جميلة. في مرحلة كثير حلوة اللي هي الأم أول ما جابت الطفل. شو أكثر رسمة بتحبيها؟ كثير صعب أنا كثير أنا لأني أختها كثير متصلة بكل رسمة. كل رسمة لها ذكرى في كل كولكشن بحكي يا الله بدي آخذ هاي، بدي آخذ هاي. اللي يكون رسمة هيك بتحبيها. اللي هون الوجوه الست بنات مع بعض كثير بحبها، لأنها عاشت معي فترة كثير طويلة هاي الرسمة. لأنه كنتي ببيهات بشوفوا الصورة. وكانوا كثير يتصلوا فيها. فهي مفضلة تاعتي.